للأسف يا جماعة الخبر اللي هنقوله لحضراتكم قد يكون صادم فعلا لمعظم جماهير النادي الأهلي في الوقت الحالي، وهو خبر بيتعلق بإصابة نجم النادي الأهلي وأهم لاعب في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي في الوقت الحالي. أكيد طبعا كلكم عرفتوا إحنا بنتكلم عن مين. الإصابة للأسف قد تحرم إمام عاشور من المشاركة في مباراة القمة أمام نادي الزمالك بعد ما تعرض لإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة مع غزل المحلة. وللأسف الإصابة بتاعت إمام عاشور في كتفه، ولو تفتكروا الإصابة دي كانت حصلت لإمام من قبل مع منتخب مصر، فتقريبا في نفس المكان اتصاب إمام عاشور. وكل الأخبار بتؤكد غياب إمام عاشور نجم النادي الأهلي عن مباراة القمة القادمة بسبب هذه الإصابة. والكلام ده قاله الكابتن أحمد شوبير، لكن ما تمش الإعلان عنه بشكل رسمي. قالك لما نشوف نتيجة الإشاعة هتثبت إيه بالظبط، وهنطلع والنادي الأهلي هيعمل بيان وهيقول إذا كان إمام هيلحق بمباراة القمة ولا لأ، وفترة غياب اللاعب هتكون قد إيه. طبعا مفيش جديد بالنسبة لجمهور الزمالك كالعادة. بالنسبة لهم إن إمام يتصاب ده أكنهم أخدوا بطولة. تحفيل غير عادي، شماتة بشكل رهيب في إمام عاشور. مع إن خلي بالكوا يعني لما واحد بيتصاب زي زيزو جمهور الأهلي مش بيشغلهم على الإطلاق. إمام عاشور لعب ما لعبش، النادي الأهلي في المباراة دي أنا متأكد إن هيعمل سكور كبير جدا على نادي الزمالك، لأن يا جماعة أداء نادي الزمالك في المباريات الأخيرة أداء كارثي وأداء فضيحي بشكل كبير جدا، أداء سيء للغاية. يعني مع احترامنا لإمام عاشور، إمام عاشور لو ما لعبش النادي الأهلي هيعرف يكسب هذه المباراة وبنتيجة كبيرة. وافتكروا كلامي كويس، النادي الأهلي في مباراته القادمة أمام نادي الزمالك مش هيكسب أقل من 3 أهداف، وده مش تحفيل ولا أي حاجة. وهو الفيديو قاعد وهعمل لكم فيديو بعد المباراة وهفكركم بالفيديو ده. أقل حاجة الأهلي هيكسب الزمالك في المباراة اللي جاية 3-0. وشوبير أعلن بشكل رسمي بأن أشرف بن شرقي هيبقى مفاجأة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وهيشارك بشكل أساسي بعد تعافيه من الإصابة. ورامي ربيعة مفيش ما يمنع إن هو يلعب مباراة القمة. ده كل ما يحدث في النادي الأهلي، وكل الأخبار اللي ليها علاقة بالنادي الأهلي وباللعيبة المصابة قبل مباراة القمة أمام نادي الزمالك. بنتمنى طبعا فيها التوفيق للنادي الأهلي.